يعطيكن العافية. وصفتنا اليوم رح تكون حلا القمح بحليب يلي بنقلها القمحية، حلا تراثي قديم كتير طيب وبشهي. خليكن معي لنشوف طريقة العمل. بالبداية عندي كوبين من القمح المقشور، أنا غسلتن كتير منيح ونقعتن لليلة كاملة. حطيتهم بالطنجرة وبدي ضفلن لترين من المي. من بعدها بشعل النار تحتن. هلأ بلشوا بمرحلة الغليان. هيدي القشوة البيضة يلي على الوجه بدي شيلها وبضل بقلبهم كل شوي. هون بلشت حبات القمح تتفتح وقربت تستوي. وهلأ استوت عندي حبات القمح ونشفت ميتهم، وبهيدي المرحلة طفي النار تحتهم. بالنسبة للحليب عندي هون 1.5 لتر من الحليب. وبضيف فوقهم 1.5 كوب من السكر، وهون السكر حسب رغبتكم. وراح ضيف تقريبا ملعقة من المزهر. هلأ بحركهم منيح وبشعل النار تحتهم لحتى يسخنوا عندي. ما بديهم يوصلوا لمرحلة الغليان، بس بدي سخنهم. وهلأ بضيفهم على القمحات وبرجع بشعل النار تحت طنجرتي. وهون بدي ضل حركهم كل شوي كرمال ما يلزق عنا الحليب بقاع الطنجرة. أحبابي هون القمح رح يشرب كل الحليب، وهون بلش يغلي ويتماسك الحليب مع القمح، وطفيت النار تحتهم. أنا بحب القمحية تكون شوي سائلة، ما بحبها تكون كتير جامدة. انتو مثل ما بتحبوها بتقرروا امتين فيكم تطفوا النار تحتها. هون رح ضيف فوقها علبة من القشطة، وهذه القشطة اختيارية بس هي بتعزز نكهة الحليب مع القمح. وهيك صارت جاهزة عنا، وهلأ بدنا نسكبها بالكاسات. أنا سكبتها بالكاسات والباقي رح أحطهم بالبايركس. بالنسبة للتزيين أنا رح زينها بالزبيب برشات من الفستق الحلبي. انتو فيكن تزينوها بالطريقة يلي بتحبوها، وإذا تركتوها كمان سادة من دون أي شي كمان كتير طيبة. لهون أحبابي بتكون خلصت وصفتي لليوم. بتمنى أنه يكون الفيديو نال إعجابكم. اشتركوا بالقناة إذا منكن مشتركين، وفعلوا الجرس وحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم لحتى يوصلكم كل جديد. وأهلا وسهلا فيكم بقناة أكلات إيمان الشهية.